السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، في حاجة غريبة بتحصل في بابجي مؤخرا، شيء غير مفهوم، شيء بيغير قواعد اللعبة تماما. هل بقيت أنا محترف فجأة؟ ولا بابجي عملت تحديث سري خلتني سوبر بلاير؟ ولا فتحولي حضانة بوتات؟ أنا مش عارف. النهاردة يا جماعة هنكتشف الحقيقة وراء ظاهرة البوتات المطورة، وازاي البوتات دي ممكن تحول الجيم بتاعك من معركة حياة أو موت لنزهة في حديقة الحيوان. وهنشوف حالا ازاي نقدر نستغل أصدقائنا البوتات عشان نرفع الكليك ونطلع بشيكن دينر ملوش أي 30 لازمة. ويلا بينا نشوف أجمد الكلات وأغبى اللحظات مع جيش البوتات. في آراء كتيرة على البوتات دي، وطبعا لها إيجابيات وسلبيات واضحة. بالنسبة للإيجابيات، رقم واحد مناسبة للمبتدئين، لأنها بتساعد اللاعبين الجدد على التعود على اللعبة وفهمها وتحسين مهاراتهم الأساسية زي التصويب والحركة وجمع الغنائم، من غير ما يشعروا بالإحباط من مواجهة لاعبين محترفين باستمرار. رقم اتنين، ملء الخرائط. في الأوقات اللي بيبقى فيها عدد اللاعبين الفعليين قليل، البوتات دي بتضمن ان الخريطة ما تبقاش فاضية تماما، فده بيحافظ على وتيرة اللعب ويجعلها اكثر ديناميكية. رقم 3، رفع المعنويات. الحصول على عدد كلات كبير من البوتات بيمنح شعور للاعبين الجدد ويزيد من ثقتهم بنفسهم، خاصة لو بعد سلسلة من الخسائر. رقم 4، التدريب على المواجهات. بتوفر البوتات فرصة للتدرب على المواجهات النارية حتى لو كانت سهلة، فده بيساعد في تحسين ردود الأفعال. بالنسبة للسلبيات، رقم 1، مفيش واقعية وتحدي، وبالأخص للاعبين المخضرمين. وجود بوتات كتير بيقلل من تحدي اللعبة وواقعيتها، وبيتم تحديد مكانهم والقضاء عليهم بسهولة، فبيكون جزء كبير من المباراة ممل وغير مثير. رقم 2، افساد التجربة التنافسية. في بعض الأحيان وجود البوتات بيقلل من قيمة الفوز بالمركز الأول. وينر وينر شيكن دينر. لو خدت المركز الأول وانت معاك عدد كلات كبيرة من البوتات مش هتحس بطعم الفوز، زي الجيم اللي احنا بنشوفه حاليا. أنا اتفاجئت بعدد الكلات في آخر الجيم. رقم 3، إرباك اللاعبين الجدد أحيانا. بعض اللاعبين المبتدئين بيظنوا انهم اصبحوا محترفين بسبب سرعة قتل البوتات، لكن بيصطدموا بالواقع عند مواجهة اللاعبين الحقيقيين. ودي بتحصل لي كتير بصراحة لما بقتل البوتات كتير ورا بعض وعدد الكلات يزيد، وبخش بقى بقلب جامد، وتيجي مواجهة بعد كده تفكر اللي قدامك بوت وتخش بعشم، تلاقي الغدرة يا معلم، يا يكون كمبورة يا يكون لعيب، يحصل دروب فريم وفجأة ما بعرفش انا مت ازاي. رقم 4، تشتيت الانتباه. ممكن اللاعب يضيع وقته في مطاردة بوت وهو بيعتقد ان هو لاعب حقيقي، بينما يتسلل لاعب اخر ويقضي عليه. رأيي الشخصي، اعتقد ان البوتات تؤدي وظيفة ضرورية ومفيدة، خاصة في بداية رحلة اللاعب مع اللعبة. بتوفر تجربة تدريبية وتعليمية جيدة، وبتساعد على الحفاظ على حيوية اللعبة حتى لو كان عدد اللاعبين الحقيقيين متذبذب. ومع ذلك من المهم ان اللاعب يدرك الفرق بين البوتات وبين اللاعبين، وما يعتمدوش بشكل مبالغ فيه على البوتات في تقييم مستواهم، يعني هو وصل لحد فين. كل لاعب بيقيس مستواه قدام اللاعيبه الحقيقيين مش مع البوتات. الخلاصة، اللعبة مصممة تقدم تحدي متزايد، والبوتات جزء من هذا التحدي الأولي، ومع تقدم مستوى اللاعب بتقل نسبة البوتات اللي بيواجهها بشكل طبيعي. كل ما بيزيد في التقييم والتصنيف بيقابل لعيبة أقوى ومخضرمين ومحترفين، وبتنوع بين السيرفرات. بس حلو والله يا جماعة لما بابجي تحس انك زهقت من التحدي الصعب تبعتلك كوليكشن كامل من البوتات عشان تفرفش يا معلم. اهو ده ما تعرفش، مفيش طلقة جت فيا، ضربة يمين في شمال وبيقوم ويقعد وينام. طب ده بوت ولا لعيب؟ علم مصري، طب ده ذكاء اصطناعي والاسم مصري، طب في ايه بالظبط يا جماعة؟ مش عارفين مين اللعيبة ومين البوتات. شكرا جزيلا للبوتات اللي ساهمت في فوز الساحق، كنتم خير سند وخير درع بشري. اهدي الفوز ده لكل بوت ضحى بنفسه من اجل مسيرتي. شكرا لكم ايها الجنود المجهولون.